يلا المفروض ان احنا بنعمل اللحن وبنغني. ما انت بتغني. وانا مالي انت اللي غني معاك. صوتك احلى. انت حاجه وانا حاجه. لا انت صوتك مفيش حد فينا صوته حلو اصلا. انا صوتي رنة. بص انت هتقول حاجه وانا اقول حاجه. يا فرحة ما تمت سنة الغراب التلميذة بتاعتنا باظت. قاعدين طول الليل اتصل بفن الأجهزة تعالى يقول نص ساعة ربع ساعة ده لما نشوف هيجيلنا امتى. كل حاجة متبهدلة ومرمية على الأرض. طبعا كده خلاص جه خلاص فك. انا شفته بقى دي نهاية لما احنا نجيب تلاجة عادية يعني صنع هنقول مش عاوزين نبوظ الصناعة المصرية. انا الصناعة المصرية اللي احنا جبناها كانت سيئة وخلاص طلعنا امعائها ومصارينها زي ما انتم شايفين كده وخلاص ما كملهاش. هو راح يشوف لها قطع غيار وبعدين هيرجع تاني اما يشوف لها قطع الغيار ويجي يكملها. طبعا احنا خليناكم معانا في الحدث ووريناكم بقى كمية الحاجات. عاوزة اقول لكم كل حاجة كانت في الفريزر الله يرحمها اترمت بقى، ان كانت لحمة ان كانت حاجات كده للاكل علشان خاطر بقى ما كانش فيه حاجة بديلة تانية يعني او فريزر او كده. مش كده اصلا. مش قصدي على ده، قصدي على لما انت بتقول خلينا نبدا بقى. يلا اصبر. استغفر الله. يلا المفروض ان احنا بنعمل اللحن وبنغني. ما انت بتغني. وانا مالي انت اللي غني معاك. صوتك احلى. انت حاجه وانا حاجه. لا انت صوتك مفيش حد فينا صوته حلو اصلا. انا صوتي رنة. بص انت هتقول حاجه وانا اقول حاجه. ده ايه ده؟ يا لهوي يا ايه يا خلاص. انت بتدخلي حاجات انا مش من بره حافظه الاغنيه. يلا يا خرابي اكشن. يلا استنى. يا لهوي يا ايه ده ايه ده اوه ابوك عايز يتجوزني. ابويا عايز يتجوزني. ابويا مين؟ لا ابوك عايز يتجوزني. شبكني بكني. مش شكلنا نعوز نسافر. لا يا ايه ده ايه ده اوه ابوك عايز يتجوزني. ابويا عايز يتجوزني. مش فاكر الباقي. شوف بقى دي النصيبة يعني بالنسبة لي. دي النصيبة ان ماما تدبسني التلبسة دي. انا بتفكنس واعمل كل حاجة حتى على القلبان ده كله. انا كمان هشتغل حتى حقر. يا ريت ده كله بيتشاف. يا ريت ده كله بيتشاف ما بيتشافش. معمول في الدرة. اللي معمول في الدرة طبعا. اول ما عمو اللي كان جاي يصلح التلاجة مشى. انا كنت طلعت اول جه ومشى وانا مش واخده بالي اصلا نايمه في الاوضه. فالمهم طلعت بقى طبعا لقيت الكوبايه دي والكوبايه دي. في كوبايه تانية. وكوبايه حطهم على الترابيزه ده. بتاع ده. طبعا لقيت الثلاث كوبايات دول مات. كل واحده شكل وكل واحده فيها شويه حاجه غير التانية. فانا الروح اللي جوايا، روح المحقق اللي جوايا. انا المحقق كنا اللي هنضحك على بعض. روح المحقق اللي جوايا خلتني اسال عن واحده جيب عليها يا ود. الله انا المحقق جيب عليا وعليهم. خليك ذكي كده. المهم بقى اهو الكل كوبايه من دول انا عملت لهم قضيه. لازم تفتحوا. قلنا دي كوبايه القتيل المقتول. ركزوا معايا هتلاقوني انا صح. ركزوا معايا. دي كوبايه القتيل. ما لحقش يشرب. المقتول ما لحقش يشرب. خليك معايا صح. المهم دي كوبايه مين؟ القاتل اللي قتل. الشرب كان مستعجل. فساب الشباب دول عشان يقتل على طول. دي كوبايه مين؟ الشاهد كانت بتشرب ومستمتعه بالقتل. شربت شويه بسيطه بس ما شاء الله كانت معجبه بالمشهد حضرتها. هتلاقي اتقرفت من الدم وكيف قالت يلا خلاص يبقوا مش فارقين ده شويه صغيرين. لحد ما هي اكتر كوبايه خلصت وده يا عيني ما لحقش يكمل كوبايته وده المجرم كل دم بارد. انا بقول ايه؟ قط اقفل. قط اقفل. نور بس كده. اقفل. صورتك كنت بتضحكي هيعرفوا ضحكتك. ازيكم بقى كل حبايبي. دلوقتي بقى طبعا وانا بنظف وبظبط المطبخ سرعت طبعا الفيديو. وطبعا ماما كانت متضايقه جدا جدا وبتنكد عليها بسبب التلاجة وكمان بسبب الحاجات اللي باظت كتير في التلاجة. فهي
يعني الحمد لله. فاحنا حاولنا ان احنا ايه نطلعها من المود اللي هي فيه. احنا كنا حابسينها في الاوضه، بس قلنا ايه طالما احنا بننضف ان نطلع اي حاجه إيه تضحك، نحاول نضحكها. مش تضحكي يا ماما ولا بتضحكونا بالفيديو اه. بتوروني يعني. فالمهم احنا اساسا هي كانت بتنكد عليها ومنكدة علينا كمان. قمنا احنا جينا عملنا ايه، هي قعدت في الأوضة، طلعنا قفلنا عليها حبسناها واحنا دخلنا المطبخ ايه بدوشتنا بقى وحياتنا بقى. قعدنا بقى ننضف طبعا. عبد الله هو اللي قاعد بقى يرازل معايا، وانا قعدت احاول الم الكركبه لان المطبخ كان متكركب جدا، ما كناش نقدر نتحرك فيه ولا نقدر نعمل اي حاجه. فطول ما الحته مقلوبه او في كركبه معروف ان الواحد مبيبقاش له خلق ان هو يعمل اي حاجه. فطبعا عشان اخرجها من اللي هي فيه، هي كمان زيي ما بتحبش الدنيا متكركبه، قلت احاول الم لها بقى المطبخ واظبطه لها كده على قد ما اقدر عشان تدخل تلاقيه ايه نضيف ومتظبط. لميت تسلمي يا نور، ما تحرمش منك. حبيبه ما قلبي. تحرمش مني. لميت البنات طبعا. العسولة يا ولاد. وبعدين انا بعمل بتقولي عسوله وبعدين تنسي، انت بتنسي. كل الامهات بتنسى لما تطلب طلب من ولادها وما يعملوش، بينسوا اللي هم عملوه قبل كده. اهي صح، بتعترف بينسوا، انتوا بتنسوا. ده حال الدنيا. مش هجمع الجميع بس دي حال ممكن. الدنيا يا حبيبتي. لازم انا هبقى ام عصريه. يا اختي اما تيجي انتوا ام مغربيه دي انتوا ام ظهريه. انا قمت انا ام عصريه. وانا اب مغربي. انا ام مصريه. ابقى مصريه بس عصريه. الام في كل مكان، طول ما العيال كيوت وبيعملوا اللي هم وبيطلب منهم يبقوا عساسين. اول ما يعملوش حاجه مره يتنسى كل اللي فات ونخلينا في اللحظه اللي احنا فيها. ايوه. المقشه تشتغل والشبشب يشتغل، ماما بتشغل كل الادوات والاسلحه والام مع العصريه تشتغل. طبعا ايه الدنيا كانت كلها طبعا متكركبه، وانا ما بحبش كنت انا رايحه اشطب المطبخ تكون برضو حواليا كده الحوض كله متكركب. حاولت ارتب برضو الدنيا حواليا علشان اشطب كويس بقى. وغسلت البلاستيكيه اللي فيها اللي فيها الصابون وكده علشان اشتغل كده على النظافه. المواعين ما كانتش كتير اصلا. غسلتهم، والازاز كمان غسلتها ومليتها. التلاجة بايظه بس اوديهم يتغسلوا ويتملوا، ولما التلاجة تتصلح نبقى نحطهم بقى. بس انا طبعا شغلت عقلي، يعني الكولمان اللي بقاله فتره تقريبا مش شغالنا ما فتحناه. المهم بقى قلت اودي البتاع. طبعا قلت طبعا عند الجيران ميه عشان تتلج. لا انا ما بعرفش اقعد من غير ما يسقع ومن غير مروحه. النصيب بقى. انا كده في الحر مشوني بمروحه. قدر الله ما شاء فعل. المهم بقى طبعا قعدت احاول انضف على قد ما اقدر وعلى قد ما عرفت، وغسلت البوتاجاز وغسلت الحوض وكنست وكل ده بقى. والحاجات اللي لقيتها ضربه ماما كانت لما الحاجات اللي باظت وكده، لكن عما دخلت تاني الحاجات بقى اللي فزرت تاني وضربت وكده خدتها برضه رميتها. والخضار اللي كان موجود اللي فسد منه برضه لميته ورميته. وسبت طبعا الكويس ولميته. معذرة بقى عشان عبد الله عنده الفايبريشن بتاعه عالي دايما فبيرقصنا واحنا بنصور. انا قعدت والله دلوقتي وانا مش هتبقى قاعده اقول له يا عبد الله خليك كده هادي كده وانت بتصور. الله. دلوقتي بقى هنا نضفته. هنا احنا ما كناش بنستخدم الكولمن، بس عشان بقى طبعا التلاجة بايظه وكده فمليت في علبة مية وطلعتها يعني عند الجيران في الفريزر علشان نحطها هنا في البتاع عشان نشرب ميه ساقعة، عشان مبعرفش في الصيف اشرب ميه سخنة. ودي طبعا بتاعة التلاجة، والحاجة بتاعة التلاجة طبعا قلبان ده يفضل هنا بس على الاقل اتلم شوية، يفضل هنا لحد ما التلاجة بقى تتصلح، لان في قطعة بايظة فيه فلازم يتصلح. هنا الازاز دي المفروض بنحطها في التلاجة بس انا مليتها وخلاص. لما بقى التلاجة تبقى تتصلح نبقى نحطها فيه. وكنسته نضفته، يعني هو مش تنظيفة كبيرة قوي بس على قد ما قدرت نضفت المطبخ وبس.